بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاوزين نتكلم في الحالة اللي موجودة اليومين دول، اللي هو خالد الغندور بيعملها. خالد الغندور عمال يسخن وعمال يعمل الناس على بعض ويهيج الناس على بعض. ليه؟ يعني بلاش سواد القلب ان انت تسخن الناس كده على بعض. الاهلي فاز، خسر. ايه اللي مزعلك؟ احنا اهلاويه، الاهلي يخسر الاهلي يكسب، انا حر. انا حاسب فريقي ما حاسبش فريقي. انت بتسخن الناس ايه على بعض؟ احنا اهلاويه وزملكاويه، احنا اصحاب وحبايب. عاوزنا ناكل في بعض ليه؟ نشتم في بعض وبعدين تيجي تعمل علينا بطل وتقول انا ما اقصدش وتخلع. لا، الكلام دوت ما ينفعش. انت لازم تلاقي حد يحاسبك. ما انت ما حدش بيحاسب حد اصلا. في الوسط الرياضي ما حدش بيحاسب حد، كلها كده سداح مداح كده اهو. فاحنا عاوزين حد يبقى يقف عدل. لو اتحاد الكوره بينفذ اللوائح والقانون، انت كان زمانك ما انت مش شغال في الوسط الرياضي خالص. لو اتحاد الكوره والمجلس الاعلى للاعلام النادي بتاعك لقيت فيه ناس كده كويسه، عندها قيم وعندها اخلاق. انما ما فيش، انتوا كلكم مجلس، كلكم عمالين تشتموا وعمالين تعملوا، وده بيقول لك وده بيعمل وده بينكر فوز الاهلي، وده بينكر مش عارف ايه، وده بينكر مستوى الاهلي سيد افريقيا كلها بشهاده الناس كلها. يكفي ان التوانسه والجزائريين والمغاربه بيقول لك يا ريت الاهلي ده يبقى عندنا. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ يا اخي خليك في فريقك. انت فريقك عمال يخسر ويفوز ومضروب. اقول لك ايه يعني انت هتفهم امتى يا غندور؟ احنا مش عاوزين نهيج الناس على بعض، عاوزين نبقى كويسين. انت قلت كلمة حلوة ماشي، انا ممكن ابلعها لك، انما على طول على طول على طول على طول خليه زي ما نقول سيف زاهر كان بيقول لك خليك في ورقك. ما انت بص في ورقتك انت وبص في فريقك. انت فريقك مهلهل، انا قلت قبل كده انت فريقك مهلهل، ما تعالجه. ما هو لسه متعادل من يومين مع والداخلية والحكم مجاملكم. يعني برضك احنا مش عاوزين، يعني عاوزين نعرف يعني لغاية امتى الحكام هتعمل معاكم كده؟ الحكام مجاملينكم. المفروض الداخلية كانت تطلع فايزة يجي 3-4. الله، يعني انت الحكم هيفضل امتى مجامل نادي الزمالك؟ انا مش عاوزه يجامل نادي الزمالك ومش عاوزه يجاملني. انا حقي اخده واللي عليا خده. ليك ضربة جزاء، ليك 20 ضربة جزاء خدها، بس مش كده يعني. مش كده، حرام عليك، حرام عليك اسلوبك الوحش الفج ده. الله، هو انتوا فاهمين ان مفيش نادي غير الزمالك؟ انتوا ما شفتوش انت ما شفتش بتوع اسبانيا عملوا ايه مع اللاعب فينيسيوس؟ ما شفتش؟ واتحاد الرابطة عملوا ايه؟ بقول بردك ليك وبقول بردك لاتحاد الكوره وبقول لجنه الحكام ديت ربنا ينتقم منها. ولجنه المسابقات يا حاج عامر، حرام عليك تدي الاهلي 3 مطوشه في 6 ايام. ليه يعني؟ ما تشيل له ماتش وتدي له ماتشين. طالما هيلعب في الاخر كله مجمع، ما تخلي له ماتش وماتشين. احنا خلاص ابطال الدوري. انت ما تحاولش، انا بطل الدوري. انتوا عاوزين توقعوا، بس انت هتوقع الاهلي فين؟ ده انا عندي 6 مطوشه وانت عندك 40 نقطه وانا عندي 56 نقطه. يعني انت مش هتجيلي ابدا. انت بتحلم. وانت شايف بيراميدز عامل ايه؟ انت مش هتحصله، بيراميدز هيموتك. انت هتلعب مع بيراميدز الماتشين اللي جايين انتوا، وهتلعب مع فيوتشر الماتشين اللي جايين، والماتش اللي جاي ليك هتلعب مع طلائع الجيش. طلائع الجيش نازل، يعني هيديك ماتش جامد قوي، يعني لازم يطلع غالب، لازم يفوز عليك. انت هتنزل بص بتحارب طواحين الهوا. لازم. وطلائع الجيش اما بيقفل قصاد الاهلي بيخلي الاهلي ما بيبقاش عارف رايح ولا جاي. نازل بخطه دفاعيه عشان يطلع بالماتش نقطه او ياخد ال3 نقط لو في هجمه مرتده. ادي طلائع الجيش، دي خطته وخطه كل المدربين اللي بيلعبوا فيه. هي بتبقى خطته كده اهو. يعني مش عارفين يا عم خالد
احترم الناس وخلي الناس تحترمك. يعني انا ببقى زعلان، انا واحد من الناس، انا اهلاوي، انا مش زملكاوي، وانا مش بحبك، بس ببقى زعلان لما واحد يجي يقعد يشتمك ويقول لك ابوك وامك. مش هي دي اللغه اللي بينا. انت تطلع تشتم وانا اقول لك ابوك وامك، طب استفدنا ايه بقى؟ ما خلينا ننقل الحاله الحلوه. ما نضربش بعض. يعني في ناس بتضرب بعض تقول لي ما اوروبا فيها كده. لا، ما اوروبا خليهم في حياتهم واحنا في حياتنا، هم في حالهم واحنا في حالنا. لازم نشوف دوت بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، واحنا ناخد الاحسن منهم. انما ميدو بيقعد يخبط يخبط يخبط، وفي الاخر يقول لك لا بس الاهلي، ميدو راخر لعيب راخر. الاهلي ده ما فيش احسن منه، ده الاهلي ده فريق منظم، ده فريق مش عارف ايه، يضرب 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 وبعدين ايه يسحب تاني، يضرب وبعدين يسحب تاني. انما انت ما عندكش دم صراحة. يعني انت ما بتضربش ما فيش حاجة. يا اخي في حاجة مثل بيقول لك ايه، اضرب ولاقي، ده اللي ميدو عامله. حتى حازم امام يعني مشي في السكة الشمال بتاعتك. انا راخر ما بقتش احبه، انا كنت بحبه وبحترمه، انا ما بقتش اقبله، ولما بشوفه في الشاشة بقوم قافل التلفزيون عشان ما اشوفوش وهو بيتكلم. سقط من نظري، سقط من نظري من ساعة وهو كان قاعد مع ميدو ومجدي عبد الغني وسيف زاهر واتكلموا على الشاشة وقلة الادب اللي احنا شفناها. سقط من نظري، ما بقتش احترمه خالص. حازم امام يعني مفروض هو كلاعب قدوة. هو على فكرة هو قدوة للاعيبة الزمالك، وقدوة كان في بعض الأحيان للعيال الصغيرين اللي هم طالعين عاوزين يبقوا زي حازم إمام. الأهلوية حازم إمام حريف وواد مش عارف إيه، عاوزين يبقى كده. إنما ما فيش ده قدوة، لا خلاص انتهى. أنا لما حد بيسألني عليه بقول له لا ده انتهى بالنسبة لي، ده ما بقاش كويس. لازم دوت يعني خلاص من المنظومة خلصت. وبعدين المنظومة الله يرحمه اللواء حرب وسمير زاهر الله يرحمه، كان اياميها عندنا اتحاد كورة في مشاكل، في مجاملات، في مش هقول لك لا، بس الله يرحمهم الاتنين يعني. ولا لا الله انا مش عارف صراحة اللواء حرب ربنا يديله الصحة لو عايش، بس انا اعرف ان هو سمير زاهر توفاه الله. يعني انا مش عارف، انا ما عنديش المعلومة، مش كاملة عندي، بس بقول يعني اياميهم كانت الدنيا ماشية، كان في لائحة بيمشي تبع اللائحة، كان في قانون بيمشي تبع القانون. انما المرة دي سمك لبن تمر هندي، الدنيا ماشية وجمال علام جوه. جمال علام بيعمل اللي بيقولوا له عليه. ما ينفعش الكلام كده، لازم نشوف الدنيا ولازم تتصلح الدنيا. ويا جماعة يا خالد يا غندور، خف شوية، احترم الناس وخلي الناس تحترمك. انت ما بقتش لاعب صغير وعندك ابن كبير. يعني انت ابنك الكبير اما يقول لك ابويا انت قلت كذا ولا مش كذا، هتقول له ايه؟ لو قلت له حاجة غير كده تبقى انت راجل ما عندكش دم. لازم تقول له حاجة تحترم بيها سنك وتحترم بيها. يعني ما انت برضك ممكن العيال اصحاب ابنك يقولوا له ده ابوك قال كذا وعمل كذا وسوى كذا، هو يرد فيهم ايه بقى؟ هو لو ما عرفش يرد هيتخانق معاهم. وليه تحط ابنك في موضع خناق؟ يعني انا حبيت اوجه الكلام دوت لخالد الغندور، وبعض الاخبار كده اللي هو ده مثل وده مثل وده مثل، الامثله كتيره يعني ما لخالد الغندور عشان يبقى عارف برضك، وربنا ييسر لنا الدنيا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.